نختار في البداية باسمكم كاملين وأصالة عن نفسي نرحب معالي الوزير زينب بنت حمدنا ونسيقة حاملة حزب الإنصاف على مستوى مقاطعة دار النعيم. نختار أيضا نرحب بالضيوف الكرام اللي شرفونا بهذه المبادرة الجميلة النوعية اللي قامت بها منسقية مبادرة التنمية المنضوية تحت لواء حزب الإنصاف على مستوى دار النعيم. وهي مناسبة نشكر فيها منسق المبادرة على مستوى دار النعيم الأخ حموة على الجهود النوعية اللي ما فات يبذلها خدمة لهذه المقاطعة اللي فيها وخدمة لتيار مبادرة تنمية والحزب الإنصاف. نختار ايضا نحيي هذا الحضور الشبابي النسوي الممتاز والمميز واللي بالحقيقه يفرح على مستقبل الحزب على مستوى دار النعيم. بلين يعود هذه النخبه من الشباب والشابات اليوم يصدروا المشهد على مستوى المبادره اللي هي اطار حزب الانصاف. هذا ما قد يعود يكون ضمان حقيقي لمقاطعه دار النعيم انها مقاطعه انصافيه بامتياز. اذا شاكركم جزيل الشكر وقايل لكم انكم مستهدين بكم اللي منضويين تحت لواء حزب مرجعيته برنامج فخامه رئيس الجمهوريه السيد محمد الشيخ غزواني اللي رافد مشروع تحول مجتمعي حقيقي في البلد. ونعرف انكم انتم شباب دار النعيم، شباب نواكشوط، طالما حلمتوا بانكم يجيكم من البلد يحكموا نظام ويحكموا قائد رافد حلمكم كاملين اللي هو ان يعود فهم عدل وعداله وانصاف ومساواه وتعود فهم اتاحه فرصه حقيقيه لجميع المواطنين. وبرنامج فخامه رئيس الجمهوريه هذا تعرفوا كاملين انه مبني على شيء قال له بناء الثقه بين المواطنين وبناء الثقه بين النظام وبين المواطنين. ديك السياسه الهروب للامام كانت الناس كامله متفارقه معها وكانت التنظيمات متفارقه معها فخامه رئيس الجمهوريه ما قبلها. الين جا خطابه الشهير اللي تعرفوا اللي تقدم راسه للمواطنين في ملعب شيخه والبيضيه عدل تشخيص عميق ودقيق لوضعيه البلد الاقتصاديه والاجتماعيه والسياسيه وقدم مقاربات وحلول نوعيه تمتد مرجعيتها من هناك التشخيص العميق والدقيق لوضعيه البلد. وتعرفوا كاملين انه اللي يحكم البلد اول ما بدا فيه بدا يعطي نموذج في طبيعه تعاطي القائد مع جميع قاده الراي والنخب السياسيه في البلد. وكرس اللي تعرفوا كاملين وعاد قالوا الانفتاح السياسي اللي عدل اليوم الطيف السياسي كامل معارضه وموالاه يمارس نشاطه ويعبر عن رايه في جو يطلع الامن والامان والثقه المتبادله بين جميع النخب السياسيه وقاده الراي في البلد. هذا اسلوب جديد في التعاطي الناس ما كانت تعرفه. فخامه رئيس الجمهوريه حتى في طبيعه التعاطي مع جميع الفاعلين التنمويين والحكومه جاب اسلوب جديد الناس ما تعرفه. الوزير مسؤول عنده مسؤوليته كامله والمدير مسؤول عنده مسؤوليته كامله والقرضاي مسؤول عنده مسؤوليته كامله ولا في حد هون في البلد ما اعطاه مسؤوليته اللي فخامه رئيس الجمهوريه مقاربته للبلد يعطي على مقاربه خطي الافراد بالنظام مهما كانت قوته اللي يعود متعلق بفرض نظام زايد غير النظام اللي يفهموا جميع اولاد موريتانيا انه نظامهم وكل حد فيهم عنده مسؤوليته الاخلاقيه وعنده مكانته ويلا يمارس دوره نظام متخطي الافراد ونظور نظام قابل للاستدامه. وهذا هو اللي اتفق مع فخامه رئيس الجمهوريه والحكومه معالي الوزير الاول محمد بلال كبسوا على ارض الواقع منذ هذه السنوات الاخيره الماضيه كاملين. تعرفوا ايضا فخامه رئيس الجمهوريه انه كان نقول اليوم انه رئيس الوحده الوطنيه بامتياز اللي في خطابه الشهير اللي اعلن فيه ترشحه في العشاقه والبيضيه تحدث من بين امور اخرى على تحسين اللي قالوا الوحده الوطنيه والوحده الاجتماعيه. صور العباره تحسين ما قال تعزيز ولا قال تكريس قال تحسين الوحده الوطنيه والوحده الاجتماعيه. فخامه الرئيس تذكروا كامل خطابه الشهير في ودان اللي قد يجرى على الشباب قد يجرى على فرد الموريتاني ينقد رواسب الموروث الثقافي في البلد ويقول للموريتانيين حقنا نتجاوزوا مرحله ونبنوا مرحله كاملين جديده فيها نحن كاملين ماشيين فيها ذاك كان يجمعنا وذاك اللي ما كان يجمعنا من شي صالح يتخلوا عنه ونتخطاوه من اجل بدايه دوله العدل والاخاء والانصاف والمساواه. فخامه رئيس الجمهوريه سنه عقب ذاك شرطي شيت جاء للناس وقال لهم قلت لكم فدان ما هو كلام لا قناعه واراده راسخه وقناعه من البلد ما يقدر يتنموا على مقاربه شوف الموريتانيين كاملين ذواتهم وقال لهم انا
نأكد لكم ذاك الكلام اللي قلت لكم غدا، ونحن ماضين قدما ان شاء الله في تجسيد دوله العدل والمساواه والاخاء والانصاف. فخامه رئيس الجمهوريه شهرين عقب ذاك جاء الجول وكان انقرا فم نداء للوحده الوطنيه وتعزيز وتكريس العمل الاجتماعيه. فخامه الرئيس كان اول الموقعين على ذاك البيان بوصف المواطن الموريتاني وبوصف رئيس الجمهوريه في سابقه من نوعها. رئيس الجمهوريه يوقف قدام المواطنين كاملين يوقع ورقه ما هي رسميه فيها نداء موجه لجميع الشعب الموريتاني من اجل التلاحم والتعاضد والتكاتف من اجل بناء دوله العدل والاخاء والمساواه. اذا حزب مرجعيته هي وحزب فكره هو يجدد فخر. من فخرنا اليوم ان ما مقدمين للمواطنين الموريتانيين داروسنا، ولان مقدمين للمواطنين الموريتانيين التعيينات، ولان مقدمين للمواطنين الموريتانيين نخرجوا من الدوله، مقدمين لهم ان رافدين عندنا رئيس رافد مشروع تحول مجتمعي حقيقي للبلد. حد يشرفنا كامل نعود من قادته، ويشرفنا كامل نعود مضوين فيه، ويشرفنا كامل جميع الشعب الموريتاني يمشي فيه بنظام ودور يضمن ان شاء الله ان الصبح تعود عندنا الدوله طالما حدنا بها، واللي يقدروا يعيشوا فيها نحن ويعيشوا فيها الاجيال القادمه، واللي قابل للاستمرار في ظل عالم يشهد تحديات نوعيه. العالم اليوم يشهد تحديات اقليميه ودوليه. نوع نحن من الدول ما يقد يواجه ما هو زي قالوا تقويه الجبهه الداخليه والعمل على تعزيز الجبهه الداخليه، والجبهه الداخليه ما كتبتنا ما هو في مشروع بناء ثقه كيف نتفق مع فخامه رئيس الجمهوريه. اذا منكم انتم الشباب نحييكم ومولكم انكم القرار قبلتوا الانضباط حسب الانصاف انه قرار ما هو لا قرار شجاع وجريء، يقين قرار مستهدي بكم اللي مضوين في اطار مشروع تحول مجتمعي ان شاء الله. دوروا انتم تجبروا نتيجته، ويدوروا اولادكم يجبروا نتيجته، ويدور البلد يجبر نتيجته. شاكركم جزيل الشكر وداعيكم انكم 13 مايو المقبل انكم تصوتوا بكثره مرشحي حزب الانصاف على مستوى مقاطعه دار النعيم، سواء تعلق الامر بمرشح البلديه السيد مهمه العمده السابق والعمده المستقبل ان شاء الله، وسواء تعلق الامر بمرشحي اللائحه الوطنيه المختلطه او مرشحي اللائحه الوطنيه للشباب واللائحه الوطنيه للنساء ولائحه جهه نواكشوط، وبطبيعه الحال لائحه النواب على مستوى ولايه نواكشوط الشماليه. شاكركم جزيل الشكر مره اخرى، ولنا لقاءات اخرى ان شاء الله بالمبادره في اطار حزب الانصاف بطبيعه الحال، وراجي ان شاء الله التوفيق لكم كاملين. وشكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.